اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه تفكير وتدمير. عايز اقول لكم يا جماعه ان الايام دي، معلش انا الاول بس صوتي مبحوح شويه عشان كان عندي سخونيه وكده. عايز اقول لكم يا جماعه ان في كارثه بجد الايام دي، وهي ان اشعارات الفيس بقت في الضياع خالص. يعني انا قبل كده كنت بنشر الفيديو، مجرد ما انشر فيديو جديد الاقي اشعارات بالهبل تجيلي. ده حتى كمان لما كنت بنشر العاب اوفلاين يعني، انما دلوقتي بلاقي الاشعارات بقت نادره قوي وبالعافيه مهما كان الفيديو حلو ومهما كان. فبجد في حاجه مش طبيعيه، الاشعارات الفيس بقت ضعيفه جدا. المشكله دلوقتي اللي بتواجه اليوتيوبر، يعني انا كيوتيوبر جديد بتواجهني مشاكل كتير، والمشاكل عماله تزيد. دي الحاجه اللي مضايقاني بصراحه. يعني اشعارات اليوتيوب ضعيفة جدا، اشعارات الفيس ضعيفة وعمالة كل شوية تقل وتبقى حاجة بشعة جدا. ده غير النت بطيء، ده غير يعني بصراحة اليوتيوب، النجاح في اليوتيوب مش سهل الايام دي بالذات. اللي الناس القديمة اللي بدأ يوتيوب مثلا من 4 سنين او حاجة، الناس دي الظروف كانت مساعداها شوية. انما دلوقتي النجاح في اليوتيوب بقى حاجة صعبة جدا جدا جدا. يعني جرس الاشعارات يعني تحس انه مش مكمل 25% حتى. انا مش عارف يعني قرب 3000 مشترك، والفيديو ما بيشوفوش الا 300 واحد بالعافية. طب يعني ده ايه كمان 300 واحد لو نشرت على الفيس دلوقتي؟ مع ان كان جه عليا فترة من الفترات، من حوالي شهر كده او شهرين قبل ما ابدا الاونلاين، كنت مثلا انشر الفيديو على اليوتيوب من غير الفيس الاقي الفيديو يجيب 300 400 مشاهدة. الوقت لازم انشر الفيديو على الفيس عشان يجيب 300 مشاهدة بالعافية. النوتيفيكيشنز بقت في الارض بصراحة، الوضع محبط جدا جدا. بس ربنا يسهل. انا بصراحة انا طالما حاطط اليوتيوب في دماغي مش هسيبه ان شاء الله. بس بصراحة انا حبيت بس افضفض معاكم كده، اقول لكم بجد الوضع محبط بطريقة بشعة جدا. يعني تحس ان انت مفيش حاجة بتساعدك على النجاح خالص مفيش. واراء الناس حتى مش يعني، اراء الناس متناقضة، حتى الناس مش بتساعدك في حاجة. يعني اللي هو كنت بلعب اوفلاين وما كنتش بمنتج الفيديوهات اصلا. دلوقتي بقيت بلعب اونلاين، وفي بعض الفيديوهات اللي بلاقيها حلوة بمنتجها. مش كل الفيديوهات طبعا، صعب ان انا منتج كل الفيديوهات، لكن بمنتج الفيديوهات الحلوة. تمام. تلاقي برضو الناس تقول لك مش عاجبانا فيديوهاتك. طب انتوا يا جماعة، طب انتوا عايزين ايه؟ ده في ناس بتحط فيديوهات الاونلاين دي، في ناس بتحطها زي ما هي بتمنتجش اصلا. يعني اعمل ايه؟ باي باي. بكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. بس خدوا بالكم من حاجة، هتديني لايك وتعمل اشتراك وتشير لفيديوهاتي تبقى حبيبي، واشيلك على راسي من فوق. مش هتعمل كده؟ يبقى انت اللي حكمت على نفسك يا حلو.